ما بصي انت من اول ما قلتي ان بنتك اتطلقت وانا سكت، لان اصل البلد يكفيك الشر كلها ماشيه على السحر والشعوذه والقرف كله. والله يا حبيبتي كلنا والله يخطو عيننا وماشيين هي احنا خير من الناس برضه كده هو من اللي بيعملوا ربنا يهديهم. والله العظيم ما اعرفش. هي بصي احنا يعني دايخين بقالنا سنين طلاق وحياتنا متلخبطه كلها زي ما انت عارفه كده. هي يا ستي هي يعني مش عارفه الواحد بيغلط نفسه، لكن مش هما ما قالوش هي مين، بس زي ما تقولي اما الواحد بقى ايه بعد موت ماما يعني بدأ يشوف الحركات. لقينا بقى يعني جو تاني خالص. يعني كانت داخله طالعه علينا وعشره واكل وشرب. ما هو اللي زي اللي عارفك او عارف اولك واخر. وبعد كده بقى لقينا بقى ايه جت خدت قالت ايه بدأت الحكايه، قالت لماما ده في واحده غلبانه ما عندكيش لبس لعيالها، فماما بقى خدت اللبس بأسامينا. ومن يومها يكفيك الشر احنا بقالنا يجي 20 سنه في الموضوع ده شيوخ ودكاتره وصحراء ومش لاقيين لنا حل. فيكفيك الشر بصينا بقى لقينا ايه، لقينا الحجاب، لقينا مثلا عيالها بيتساعدوا. لو بنتها الحياه بقى يعني حياتها اتغيرت خالص. لو مثلا بنتها تتطلق لا بقت سعيده وكويسه، مجوزه احفادها يا ام اسماء، مجوزه عيالها ومجوزه احفادها وسعاده وهنا. الدار فضت عليا بقى اعدالي بقى سلالات. حرام عليكي اتقي الله، انت مش كفايه الدمار اللي انت شايفاه فينا وفي عيالنا وحياتنا، بيكفيك الشر نار على صوت حار. ايوه والله انا عارفه والله، بس انت قلت في حالك برضه ما فيش دعوه. ما هي مش طايقاني بقى انا في حالي، لا انا هوريكي بقى يعني اراقبك بقى بتعملي ايه، من اللي داخل اللي طالع، داخله بلبس ايه، عامله ايه. يكفيك الشر عندها 70 سنه مش هتعيش اكتر من اللي عاشته. واللي زي ديت سبحان الله ما يصفهاش ولا بنبله ولا بتمرض ولا بتنعي. بقول لك حياتها زي الايه، طلعوش ولا راح ولا جم وماشيين عيانين والله العظيم. والله وسعاده وهنا. اتقي الله حرام عليكي 70 سنه جوزتك واحفادك وفكت للكل. وبصينا لقينا بقى ايه، لو مثلا في شباك بيبقى البلكونه جنبها شباك فوق كده. لا راحت هدى الشباك اللي فوق وعاملاه شباك ايه واطي بحيث تقعد في الضلمه هي وعيالها يراقبوا. انا ركبت ستاره عشان كده مش رحماني برضه. الدنيا هوا يعني حرام عليكي. الوليه راحت وده راح وكان معمول لها يكفيك الشر سرطان بقالك ده ماما معمول لها سحر مرض برضه. يعني مدمره بقول لك من سنين. وواقفه بتشمت بقى يعني هوا ريح الدنيا شتي يا ام اسماء. يكفيك الشر. لبست نقاب من كتر ما يعني الشيوخ قالوا لي انت محسوده حسد جامد جسمي. عند الدكاتره كل شويه قالوا لي البسي نقاب انت جسمك اتبرد، يعني جسمك مفتح من الحسد. ايوه يعني حد يصدق الكلام ده؟ لا ما انا مصدقه حبيبتي. ايوه انا قاعده في هي اخرى هي برضه متجوزه وما شافتش شهر وقاعده تضحك. ايوه والله. بصي يا ام اسماء شوفي حال بنتك. يعني انا كنت عايزه اقول لك خفت تقولي انت ماشيه في كده اصل ما احنا شفنا والله ناس قال لك اضرب الناس كده والله. ما انا عارفه قال لك اضرب الناس. ايوه ما انا لا تعرفي يا ام اسماء للاسف انت بتحكي لاهلك يقول لك لا ده انت اللي حطاها في دماغك، لدرجه اللي انا صورتها يعني صورت البصه بتاعتها وببعت لاهلي لانهم مش مصدقيني. شوفي عايزه اوصل لك صورتها كده من الجنب كده، شوفوا دي بصه بقى يقولوا لي يا لهوي ده بتبص للدار هتنسفها. صورتيها من غير ما تشوف. ايه من الجنب كده، ما هو من يعني هي كانت واقفه كده فصورتها. من محدش مصدقني. الكل يقولك ده انت حطاها في دماغك، حطاها في قاعده بصيتها. يعني ضحك وهزار مع الجيران وتيجي ناحيتنا يكفيك الشر. حتى ماما الله يرحمها قعدت 5 سنين او شويه تعبانه ما جابش زارتها، كانت شمتانه فيها. يعني ده الدنيا ضيقه يعني مش وماما تطلع بالاسعاف. ما انا بقول لك يعني انت حرام عليكي ما بتتوبيش. انت في حالك اهوت وطلعت دماغك وخليك في حالك والله العظيم. ما الناس كده
محدش اصلا في الايام دي يعبرهم في الاسلام اللي احنا فيه. والله يا ام اسماء بقول لك انا يكفيك الشر اما بخرج وهي واقفه اللي بيتعب. شوفي يعني مش عارفه اوصلها لك لدرجه من كتر الحسد وطالع لدرجه عيالي اما بيجوا زياره بتفضل واقفه لهم يا ام اسماء 24 ساعه. يعني حتى عيالي جسمهم تعب منها، مش عارفه اوصلها لك ازاي. الو. ايوه. هنا بقى يا جماعة كان الخط. بقول لك انا معطلاكي عن حاجه والله. انت بتفكي برضك. هي اصل الكلام ده يعني لازم يكون واحد يعني حاسس بيا او ضايق السحر والقرف اللي انا فيه. مش عارفه. مش انا كل اللي انت بتقوليه والله عارف يا ام والله. طب خدي بالك بس. والله عارف انت. خدي بالك من عيالي. شوفي لما انا جبت هي يعني قعدت 4 سنين كل ما يجي لها حد بصي هو يجي لها ياما، بس هي بدل المشكله عندها هي ان هي لا 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 لا. ما احنا كده برضه، ما احنا قعدنا برضك كده بيبقى الرفض ده اسمه وقف حال يكفيك الشر. ايوه الله ينور عليك. انت بقى بتتكلمي على بنتك اللي هي المطلقه ولا الثانيه؟ ايوه. ما انا بصي انا كنت بنشر. ماشي. كنت بنشر يعني لمحت بنتك حسيت ان بنتك وشها يعني مش حته قمحويه مكبوته يا عيني. ما احنا كده برضه. تلاقي سواد كده حوالين عينيها. انا كده انا برضك يعني ساعات يقول يبقى ابيض مثلا ورايق وحلو وبعد كده الاقيه ايوه. بصي هو نفس اللي انت بتحكيه ده. يقول لك ده بتبقى ماشيه الله يقول شفتي العفريت. ايوه وشها سواد فوق سواد. ايوه بس ماشيه كده يعني تشوفها تقولي هي عامله دلانه كانت تستغربيها كده. ايوه. لا وكمان يعني عيالي اما قلت لهم على مميزه كان يقعدوا يقولوا لي يا ماما لا ده مثلا وشها ابيض يعني وشها ابيض ده طيبه. بعد كده اما بداوا بقى يخرجوا ما بتنزلش عينيها من عليهم يا ام اسماء كانهم 100 واحد. شفتي بداوا عيالي يدخلوا من الدار يتوبوا يجي لهم صداع هيكسكوا الدار. لا يا بقى طب شوفي انت بقى شفتي. بقول لك طب انا يعني يا ام محمد يعني ما تزعليش مني لو بحت الدار دي مثلا واشتريته مثلا في مكان تاني. ايوه تغيري العتبه يعني دي حاجه. قال لك دي بقى اسمائنا احنا يعني واخده اسم الام. يعني لو انت مثلا في اسرائيل هتجيبك لو يعني لا انا مثلا كنت متجوزه. بصي يا ام اسماء. ايوه فهمت انا فهمت. انا كانت متعمده تروح تفرق العفش مع ماما في اسكندريه. كمان. ايوه وخدت بقى حاجات نقلتها هناك يعني رشه ميه على انها بتمسح المطبخ وبتمسح كده وجددت لي العمل هناك. راحت معاها هناك. قالت لها اوعي يا ام امل كانت رجلها على رجليها. شفتي الحمد لله. شفتي السنين يعني سبحان الله ربنا بيصرف بعد. يمكن انا كنت متجوزه من 20 سنه او اكثر او 21 سنه. وكانت بقى يعني كانت ماما كانت هي عندها تليفون ارضي كانت بتروح اكلمها من هناك يعني. يفتحوا عيالها يفتحوا السبيكر يعني يفتحوا السماعه ويقعدوا يشمتوا ويضحكوا بقى. انا بقول لها ده بيضربني ويعملني ويخليني. فهي كده بحول الله يا رب بتتاكد عرفت اخبارك وانت هناك. لا وبتتاكد ان السحر ماشي يعني بتتاكد ان احنا بننصر. انا فاهمه. ايوه يعني اللي هي شغلها ماشي. ايوه فقالت تقول لها مالها يا ام امال مالها وتقعد تعمل نفسها هي متعاطفه معايا وهي بتشتكي هي وعيالها. شفت السنين. فعشان كده انا بقول يعني خدي بالك من عيالك عشان عمرهم ما يضيعش زينا هدر كده. ايه والله يا ام محمد عندك حق. والاخر عندك حق. هيقول لك ده متطلقه ده ما بيعمروش. ما احنا ياما سمعنا. واهالينا كانت تقول لك انت مش عارفه تعامليه وانت مش عارفه وحياتك يا حبيبتي يعني شفتي الكلام انت كده. والله بيتقلب. واحده قالت لي يعني مش واحده بس ناس ياما قالوا لي انت ما انتش مقصره على عيالك. ايوه فهمت. طب اثر عليهم اعمل فيهم ايه ناس يعني اكلهم يعني ولا اعمل فيهم ايه يعني. هو الجواز يا ستي البت مأذيه. البت مأذيه مش في دماغها. هو كده مش عارفه تتستر وتعيش حياتها بما يرضي الله. حتى هي تقول اقول لها يا بنتي طب يا بنتي
اخواتك وعايزه اشوفك تقول لي سيبك مني انا خلاص. المشكله بقى ان ربنا يستر على التانيين كمان، يعني ربنا يستر تكون عامله باسمائهم كلك، ما هي المشكله كده. يعني انا مش عارفه يعني ده يوصل لحد فين ولا ده اوله او اخره. يا بصي هي كل ما اقول ان انا مثلا اساعدني مثلا نروح لحد مثلا تقول لك انا ما اعرفش انا اروح للناس دي، الناس دي اصلا بتغضب ربنا وانا ما اعرفش انا. يا ام اسماء احنا للاسف اما رحنا لناس يعني زمايل مثلا اخواتي في المدرسه راحوا وفكوا بقوا كويسين، فقلنا نروحوا زيهم من البلد. ماشي. من البلد اللي اذاكي اللي كان عارف ابوكي وكان يروح مثلا عنده الدكان هو اللي اذاني. يعني للاسف اللي بيطعنك برضه ما هي سكه عوجه. اللي بيطعنك اللي من بلدك وعارف ابوكي وعارف امك وعارف ستك ما انا بقول لك اللي ما يعرفش عنك حاجه ما يعرفنيش. فانا اما تعبت دخلوا بيا عند الدكتور، مفيش عند الشيوخ قالوا ده سكك عايزه تتفك، لقيت نفسي تعبت عايزه اموت نفسي عايزه انتحر فرحت بقى للسكك دي. تقوم بقى اهلك بقى خلف ولا قريبتك تقولك هو انت مش عارفه تعيشي بالشيء ده. الشيء ده اللي هو الستر، الشيء ده اللي هو العفه والطهاره وتبقي في حمى راجل يحميكي. فهي كده يعني عايزينك مثلا تتجوزي مثلا وتبقي مع واحد وكده. لا عيشي وارضي. طيب انا عيشي ازاي وانا تعبان بصور من اللي انا فيه والعمل بيتجدد لي وحسد اسني سنين انا وعيالي. انا بقول لعيالي ما تجوش، بيقعدوا بالاربع 5 شهور ما بيجوليش من الوليه ده. بقول ابتسامي ليل نهار اقول لها ربنا ينتقم منك اسود لحد بقى جوازات عيالها بيفضلوا الاستطاره بقى اللي انا احسد ازاي. اما وصلت لمرحله عايزه كاني مثلا اقول لجوز بنتها تعالى اسمع بصي من كتر الاذيه بقى يا ام اسماء بتلاقي نفسك بقى الضرب في الميه حرام. انت واخده بالك هتعمل ايه؟ هتعرف البلد كلها دلوقتي وكل الناس اللي جم عرفوا ان ديت سحرنا واذيانا وبتحسدنا. ايوه صح. هتشوشري اشوشر على انا واحده مأذيه انا وعيالي واخواتي. اخواتي برضك يعني حياتهم مش مظبوطه قوي بيتخيلوا بحاجات وبس بيتابعوا يعني مع واحد. والله بس ما الواحد ده برضه عايزين نبلغ ده يا ام محمد. صرفنا بصي هم كانوا بيشتغلوا ويقول لك ده مدرسين وكده صرف له فات مؤلفه اعشاب ومش اعشاب. بقول لك يعني انا مخنوقه مش عارفه والله العظيم. انت مش عارفه اتكلم. الوليه دي بشوفها يا مؤمنه نار بتقيد في جسمي. انا مصدقاك. يقول لك انا بقول لك انا مجرد بس انت ما قلتي لي انا عرفت من خلال انت ما تقولي لي ان هي ولا. شوفي الجيران كله بيقفوا سلام عليكم ازيك يا ام محمد كويسه. الجيران ازيك يا اختي عامله ربنا يسترك. الا دي لا ما بترد ما بتكلمش الا على مجال. ام ميسه الدنيا بتشتي والدنيا ساقعه تلج بنتها بتقول لها ادخلي ياما ادخلي تقول لها مش داخله ادخلي انت سيبيني. شوفي من كتر النار واقفه صيف وشتاء واقفه ما بيهمهاش. هي عايزه تشوف الايمان دي بس تشوفني انا بس وتفصلي كده بقى وتحك من تحت لتحت وتشمت فيه. لا اله الا الله لا اله الا الله. ربنا يجعل كيدها في نحرتك يا رب. خدي بالك والله ما بقول والله كل اللي اذانا واذى عيالي يجعل كيدها في نحرتك. انا بس عايزاكي لو حد من اهلك بس راح له حد يكون واثق فيه ما تسيبيش عيالك كده عشان دي سكك لو ما خدتهاش من اولها هي سكك عوجه. بس عايزه يكون واحد يعني عنده ضمير زي اللي راحوا له كده وفك للاحفاد وفك للعيال وفك للكل. ده انا اقف يا ماما عندك حق اقف انشر. والله انا بصي انا اقوم كده اقول يعني هو النشر هيفضل كده لحد امتى يعني؟ كل لحد امتى العمر خروج. بصي مفيش فرح يعني نفر عايش في غلة ليل ونهار. يا ام اسماء بقول احنا روح الشيخ متولي والشيوخ من البلد قالوا الحاجات دي للاسف قالوا كده. القران ما بيعرفش معاه القران مسكت قالوا كده. ايوه صح. ايوه عايزين شغل من التاني بس يكون واحد بيتقي ربنا ما يطمحش في البيت بس كده. انا بقول يا ام اسماء ده انا كنت بشر يا ام اسماء والله العظيم. انا حالمه بيكي اللي انا رايحه بعيط عندي ومش في دماغي اكلمك. محمد الخلالي اللي هو جارنا ده قريب مرات عمي برضك وعارفني. فاما بقف يقول لي عايزه حاجه عارف ان انا مأذيه وكده برضه.
لانه في قرابه من ناحيه مرات عمي عايز اقول له لا. يبص لمميسه كده ويحط وشه في الارض، يعني كأنه بيقول حرام عليك عملتي كده في الولايه كده ليه؟ ايه ومنها لله. فانت اعرضي بصحتها وتشوفوا الضناء. فخلاص كده ربنا اراد ان هو يفضحها، وساعات احس ان نهايتها قربت، لان يعني ربنا يقول لك ربنا بيستر الانسان واثنين وثلاثه وعشرة عشان يتوب. صح. ما تبكي خلاص يبقى هيتفضح في الدنيا قبل الاخره. صح. واسماء ده انا كنت بنشر، كنا بننشره يوم الجامع الاول بطبيعتنا، الاقي عيالها طالعين دعاء بنتها، ولا هي ميسه محترمه، هي الوحيده هي وجوزها يعني بيبصوا لنا كده، يعني مش مصدقين الكلام ده. لان ماما الله يرحمها اما محمد كان يتعب كانت تطلع تجري على خطيب ميسه اسمه منصور وتقول له والنبي ودي ابني ياخد اكسجين. فمتعامل مع ماما من سنين وعارفنا وعارف طبعنا، يعني متجوزه من 27 سنه ولا 25 سنه. فمش مصدق الكلام اللي بيتقال ان احنا بنحسده وان احنا غبيين وان احنا فمش مصدق. يلاقوا بقى التانيين دعاء وبسمه يقعدوا يقولوا يا لهوي ادخل يا غراب، كانها بتشتم ابنها. ادخلي يا بومه، ادخلي يا بومه. يا اخي انت واقفه تحسدي يا بومه على انها بتشتم اختها او ابنها. قلة الادب دي يا اختي. خلصت بقيت بصي بغسل كل حاجه في البلكونه التانيه، كرهتني انشر حاجه ولا انفض حاجه. يعني يا حول الله. بقول لك انا عايشه في البيت في سجن، واقول يا رب نجيني من السجن اللي انا عايشه فيه ده. يا رب يا اختي يا رب والله. ربنا ينجي عيالك يا رب وشوفي حالك، بس زي ما تقولي امشي ورا حد برضك مستأمنه، ولو ان الان دلوقتي بالله ورسوله الامان بالمحدش دلوقتي يشرب. ربنا يستر بقى على اللي جاي ويستر عرض بناتك يا رب وبنات امي. والله العظيم يا ما انا بقيت خايفه على عيالي لانها عارفه اسمي، والشغل ده بيبقى فلانه بنت فلانه. صح عندك حق. بقيت خايفه على عيالي. عندك حق، وهي عارفين طب هي عارفين الاسره انا اسره، حتى لو مش عارفين هتجيب اسم من اي حد كمان. ايوه يا ستي عادي. ايوه عادي ما بيهمهمش. ربنا يستر. فبقيت قلت انا حياتي دلوقتي اتدمرت من ام ميسه، طيب يا ترى هتحط عيالي في دماغها ده تبقى قهر عمري. ايوه شفتي بقى. فانت بتتكلمي كأن ماما بالظبط اللي بتتكلم، مفيش فرحه في الدار، مفيش سعاده. لا مفيش. كل حاجه لو تبصي ان اللي ما طلعوش من البيضه بيصحوا وبيتجوزوا وبيخلفوا ما تعرفوش ازاي. يا بنت الحلال بقول لك احفادها البنت تخلص دبلوم تجاره تفك لها تتجوز تنفع. اما محمد الخلال عرف قال ايوه ام ميسه برضك بيتعاملوا معاها برضك يعني مش بس على الحياد ما هي ممكن تجيب. ايوه خدي بالك. ايوه خلي بالك من الحته دي، خلي بالك برضه ما يقدروش يقعدوها ما تزعليش انت. لا انا انها برضه ممكن تحطهم في دماغها وبرضه بتشتغل عليه. بصي يا ام اسماء ده كانت بتروح برضك بتبيع البوتاجاز من وراهم للراجل بتاع روبابيكيا وهم بيشتروا الحاجات دي. بقى يقولوا الوليه دي يعني ضميرها مش سليم كده. طب ما بتندهش علينا لا تبيع البوتاجاز ولا الغساله ولا الثلاجه لا. صح. ما انا عشان بعرفك ان الدنيا يعني سبحان الله ربنا يعني قادر ان هو يفضحها. والله العظيم قال صعبانين عليا، اصل احنا كنا زي كده تايهين ومش عارفين اهل بيجرى ومش لاقيين لنا حل. والنفر بقى ما تعودش يقولوا لنا واحنا صغيرين ما تمرمطناش ونفسنا ما تكونش اهل بيعملوه اهل بيسموه. يا ام اسماء برضك الجيران في واحده برضك متطلقه بتشتغل في المشغل اللي ورا، انا اسمع الجيران بيتكلموا انا ما بخرجش. مريم وراحت ماسكاها يا ام عبده وفضحاها يا عيني يا متطلقه يا اختي ومششحانها والوليه ما جاتش يمها. والنبي ده اميره ده تيجي تاخد من عندي الملوخيه اللي الناس تاخد من عندي الحاجه مفيش مستند عندي. ايوه محترمه صوتها ما يترفع. محترمه بتترفع محترمه على فكره ده هم بيدوروا على الناس اللي بيتكلموا عليهم منهم لله. يا عالي ام عبده بقى يعني تروح ازياها هي رخره، ما هم بقى عارفين السكت اي واحده اتعاركت معاها ولا شدت معاها في النساء. فبقى الجيران يقولوا ام عبده دي حرام عليها تتقي الله ده معاها ولايه قاعده هي متطلعه يا اختي طالما اتطلقتي يبقى جوزك مسك عليكي حاجه وفضحها يعني في المنطقه. شفتي منهم لله.
روحي يا فربنا حبيبتي، روحي يا حبيبتي دور على ابنها يا حبيبتي اللي بتمشي وراه في الشوارع، وربنا ما بيتضايقش. يا رب عقبال ام ميسه يا ربنا رب. ايه وعقبالها وعقبالها محدد الساعه كل ده بيستنى المقصود. انت وهي وكل ظابط. هم قالوا يا امو، انا ما اعرفش اللي رحنا لهم قالوا ان ام ميسه طبعا ما اعرفش، قالوا احتمال يعني هتموت وتطلب تقابلك وتطلب منك السماح. قلت حط الله بيني وبينها بروح اقول ربنا يضلم قبري زي ما ضلمتي 20 سنه ولا اكتر من حياتي. ايوه هتقابل امي تقولي لها ايه في التربه، هتقولي لها دي امي جنبك عملت فيكي ايه. لا اله الا الله. هسيبك بقى لاني كنت بتطلع على الباب ده كنت عايشه يعني بروحه محبوسه. دي بقى داخله طالعه علينا بتجيب مثلا طلبات ماما تديها فلوس او تديها بطانيه، بتديها ثمن يعني واخده بالك من كل حاجه عشان ماما ما كانتش بتخرج. دي خانتها بقى عرفت اسرارنا واسمها وعندك كام سنه بيدخل انا داخله لكده بقى. يلا هسيبك تشوفي حلوه تعرف تكشف الدنيا. ايوه يا ستي خدي بالك من ربنا يكشف عنها ويجعل كيدها في محرقها. امين يا رب العالمين. هي وكل ظالم. هسيبك بقى تشوفي عليك وربنا يستر عرض بناتك وبنات امة محمد كلها. اللهم امين يا رب. لا اله الا الله. محمد رسول الله. مع السلامه. الله يكرمك. مع السلامه. يا ام اسماء ده كانت بتيجي تعيط لماما، بقول لك عيالها كانت واحده هتتطلق اول ما بدات السكه خلاص عرفت. وكمان كمان ده بتقول لي الجيران علينا. لا لانهم يا ام اسماء مثلا في الشقه لو كانت بكتاب وكده بتقعد في ضلمه، يعني هي مرتبه كل حاجه بتقيد نور للصاله وتقعد في الاوضه في الضلمه. فبداوا الجيران يقولوا لها في ايه، بداوا الجيران يتلفتوا بقى يعني تقول لهم اصل دي بتحسد، اصل دي عينيها وحشه. مربيه بقى سلالات على كده. ايوه بس انا بقول لك لوحدها يعيش ده ما بتخافش ما تضحكش. يا ستي بقول لك انا يعني هي بقول لك انت مش هتصدقي هي مميزه. انا خلاص يعني زي ما تقولي من كتر الالم هي ربنا قادر ان هو يفضحها بقى، لان ربنا ما بيفضحش حد يا ام اسماء لما يكون الظلم طغى بقى. والله يا حبيبتي هيحصل. بتقولي ايه؟ هيحصل والله بصي ولازم يكون لها اول ولها اللي لها اول لازم يكون لها اخر. بصي انتش غريبه، انا عملت فتحه في الستاره عشان اراقب. ما انا بصي ربنا بيقول لك استفتي قلبي، هم قالوا واحده جارتكم وهتعرفوها من حركاتكم. فبدات بقى لا ده صورت. عارفه انت اول ما قلتي لي على اسمها من اول ما قلتي لي انا عرفت ان هي. طب عرفت ازاي برضه يعني مثلا من وقفتي؟ لانها حركاتها مخيفه ومريبه، ولما كنت اصبح عليها ما كانتش ترد عليا وانا بعيده عنها اهو ما كانتش. الله. بصي دلوقتي يعني طب هي ما اعرفش هي بصي هي اللي هقول لك احنا اللي حصل عشان تبقى عارفه بس من زمان كنت انا بجيب عيش من على الصابونه اللي هي بتاعت مفتاح دهان. ايوه. وبعدين دخلت قدامي فاقول لها طب ليه يعني فدي بتزق ودي بتزق. فانا يومها سافرت معاه يعني دخلت معاها في نجار من يومها وهي حطاني في المكتب. قولي كده. انا بصي يا من ساعه انت ما قلتي لي من قبل انت قلتي لي لسه ضربتي انا عارفه من قبل انت على طول يا مسمى محدش بقى حتى ناس ياما قالوا لي كلميها يعني بعد اللي حصل على الصابونه ده. بجد اكلمها ما ردتش عليا، اصبح عليها ما ردتش عليا. والله العظيم عرفتي بقى ان هي ناويه هي بقى حطتني في دماغها. بصي انا زي ما تقولي من كتر الاذيه بكلم انا الاذيه في جسمي. انا بكلمك دلوقتي والعالم بيا ربنا برضه ما انا انت فاهماني. فحته مثلا انا واثقه ان انت اختي مش هتفتني حتى لو قلتي زي ما تعرفي الضرب في الميه حرام. يعني تعرفي لما واحده جسمها مدري فحتى لو انت قلتي او غيرك خلاص بقى لو اهلي عرفوا. يعني بقول لهم شوفوا الصوره قالوا لي يا لهوي ده بتبص للستاره والدار اهدي. وبعدين برضك واحد من الشارع برضك قريبنا كان عارف موضوعي يعني واحد برضك وعمل شغل وكده قال لك ايوه ده الوليه دي ده حاجه ما تنطقش. اكد برضك ان هي هي من يوم بابوش اللي حصل على الصابونه. والله يا اختي بصي انا ما عملتش حاجه احنا واقفين الصابونه
خدي بالك من خدي بالك من عيالك، وكمان خدي بالك هي ما جت من البدايه قالت لماما ده انا عيالي تعبانين بيتخيلوا يعني بحاجات في الشقه، يعني سبحان السنين دي كلها. انا تعرفي لما جيت اشوي عندك السمك كنت مخنوقه، كنت عايزه اتكلم، خفت تقولك يعني ده هتقول ايه، ده ماشيه في السحر ولا ماشيه في كده، يعني انا ببقى مخنوقه عايزه اتكلم مع حد. ايوه مستأمناكي، بس يعني في ناس ما بتؤمنش بالسحر والاذيه وكده، فخفت ما تصدقينيش لان الدنيا مليانه بلاوي. انت واخده بالك؟ فجت قالت لماما ده ده هروح مع واحده. مين بقى الواحده دي؟ السنين دي سبحان الله كلمه الحق هتصحى، اللي هي ام عبده دحروق، وانت طبعا فاهمه الشخصيه عامله يا حبيبتي مؤمنتنا. ايوه بس مؤمنتنا ما بيروحوش السوق الا سوا. عرفت بقى، فهمت يعني انا يمكن ربنا. انا بقول لك انا من اليوم اللي حصل بيني وبينها عصبونه، وهي بقول لك هي ولا سجنك ولا سوق ولا ولا رمضان ولا شعبان، حتى لو عديت عليها بكلم كل سنه يبقى مصر. يا بنت الحلال ده انا ببقى ماشيه السلام عليكم سلام ورحمه الله بنت تحت الدرس. لا يا بنت الحلال طول عمري ماما عشره طيبه معاكي، عملنا في السنين دي كلها، خدت هدومنا وعارفه اسم امنا، وبعد كده بقى راحت واخده قالت ده انا هروح السكه دي يا ام امل، انا مش عايزه بنت تتطلق. راحت قالت لها يا ام ميسه يعني بلاش يا اختي السكه دي دعوج. بعد كده يا ام اسماء لقينا بقى حمله اتغير، نتعاركوا بنشيلوا مواد نسقطوا نطلقوا والله نفس اللي بيحصل، والله نفس اللي بيحصل. ما انا بقول لك عشان كده بقول لك شوفي عيالك من البدايه. بقول لك بيشوفي يعني ساعات انا افضل يعني ازعل معاهم كده زي ما يكونوا العيال قالوا لي انت مش امنا. لا انت مش امنا. اهو امي نفس السيناريو. فجايز ربنا انا يعني هو ربنا اللي نطعني في الوقت ده ان اقول لك طبعا مش حته انت ولا هتفتني ولا انا هفتن، انا واحده مأذيه. لا واهلي كلها تقولي لربنا انا اهلي كلك دلوقتي بقول لك انا عملت خرم في الستاره، قلت لهم شو شايفين البصه يعني يا كفره شايفين وانا بقلق. فاما شافوا الصوره والله العظيم احنا رحنا والله يعني شوف اخويا خد البنت وراح وداها ماشي معمول لها بعيد ان هي بص عندها المرافق ازاي ماشيه بس اللي حبه برد شويه تجد اسمها متعود. ما هو ده اسمه سحر مرض، ما هو في كذا نوع يا ايوه انا تعرفي ما انتش غريبه، انا كنت اكلمك قلت يعني اللي خلينا في المجدر ومسافه ما اتجوزت مسافه ما طلعت ليها ابدا. ما انا بقول لك ده للاسف، يعني لو انت يعني استفتي قلبك كده زي بس للاسف السكه دي عوجه يا ام اسماء، ما احنا بقالنا سنين فيها اخواتي فك لبعض، رحنا عزب ودفعنا الوفات وانا مش عارفه افك والله. انا بيتجدد لي بقى بالاسم، هي بقى مصطداني وبيترش حوالين الدار بقى، فكل ما اخرج انا وعيالي نتعبوا بقى زي ما انت شايفه كده. فهمتيني؟ فتقولي لي مثلا هي ما بتشوفكيش او كده، هي بالسكته كل شويه تجدد كل شويه. هو بيقول لك الحاجات دي بتتعمل على الطايق. ايوه على حاجه واحده في هوائي. هنا الحاجه دي بتعمل كده على كذا شكل وعلى كذا حاجه. ما انا في هوائي ما نعرفوش، احنا عايشين واحنا ولا احنا فاهمين اي حاجه في الدنيا. يا ام اسماء انت شوفي انا في الدار اهو في الحزم حوالين الدار بتجدد لي اول باول، ولا عارفه حتى اما اتجوزت اتطلقت. وعيالي برضك عيالي قطعوني في مشاكل، وشويه ما يجوا يتعاركوا قلت لهم ما تجوش، يعني بقى الواد بقول. فانا بقول لك خدي بالك من عيالك، وطالما ربنا يعني قالوا انطقنا الله، ربنا اذن ان نطقني دلوقتي عشان اقول لك خدي بالك من عيالك. والله يا محمد انا قاعده بقول لك ناس ياما قالوا لي والله بنتي دي معمل لها حاجه بضوء. لا خدي زي ما تقولي حد يكون يعني وراكي رجاله معاكي رجاله عشان بيطمعوا في الواحده، ما سكك دي عوجه يكفيك الشر. ايوه ياخدوا بالالوفات اللي يلحقهم يا محمد. ما هو ايوه ما هو للاسف اهو رمضان جاي اهو ادعي. والله العظيم والله البنت قالت لي بصي انا ان شاء الله انا هفضل كده ان شاء الله لحد ما اموت، انا عمري ما اروح لحد ولا اروح لرمضان، انا ما اغضبش ربنا، انا بصلي وبقرا القران. احنا يكفيك الشر، رحنا من تعبنا بقى بدا يكفيك الشر، تلاقي نفسك عايزه اموت نفسي عايزه انتحر. ما هو ما احنا رحنا من كده برضو. ماشي. ما هي ماما قعدت سنين تقول يا ولادي اقروا القران وعليكم صرت مش برضك مش مدين خوانه، بس يا ام اسماء انت فاهمه تبقي واقفه تلاقي واقفالك وبتراقبك، واللي ظلمك قدامك عايز سعيد ومتهني وبيشمت فيكي وزرغيت وبيكيت فيكي وانت قاعده.
بتعيطي وتبكي. صح صح. ف يعني ربنا يفك اسر بنتك واسر يا رب واسر كل من كان، ومنه لله الظالم، منه لله الظالم. ايوه حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي هي بقى الاقي ام عبده دحروك تيجي وتروح غمزاها وبطل الستاره وقاعدين بيضحكوا. طيب بس يعني يا ام عبده دحروك ما شاء الله يعني يا حبيبتي. ايوه، ما احنا انا ان هو محجوز او حاجه زي محجوز تقريبا. عايزه احسن محدش بيتعظ يا لو كل واحد بيتكتب على حاله ويسيب الناس احنا الدنيا بقت حلوه. بقول لك يا ام اسماء، هو ابنها اتقبض عليه. لا انا سامعه الجيران بيتكلموا برضه. والله ما تعرفي الولد ده بيقول لك هو قاضي، بس بصي اللي بيعمل حاجه يا بنتي والله لازم يشوف. ايوه هي مش هتفضل كده، لازم الاساتذه بيقول لك ده هم الحل المحدد. انا شوفي انا يعني سبحانك يا رب، انا بقالي سنين مكتومه ما بتكلمش. قلت لاهلي لا بقى بصوا شوفوها بقى، وبعت الصور لعيالي والاهلي ومرات عمي وكده لا وخالتي وكده. قلت لهم عشان لو حصل لي حاجه تبقى دليل. ما هو ما حدش بيصدق حد دلوقتي يا ام اسماء. قلت لهم دلوقتي انا ايوه، قلت لهم شوفوا انا دلوقتي المرض بياكل فيا سحر وقرف وعفاريت، ما اعرفش بكره مخبي لي ايه. لو حصل لي حاجه ادي شاهد من اهلها بالصوت والصوره. ما انا بلعب في الوقت بقى اللي اصل على راي الشيخ يقول لك ربنا بيسيب العبد يطغى، لا اذا لازم يتفضح. فربنا يفضحهم في صحتهم يا رب، ويشوفوا في عيالهم اللي احنا شفناه. يلا ربنا يزيح الهم من البيت ده اهدي. يعني هنعيشوا اكتر اهدي. هي الدنيا متفاتة وما بيعملوا كده ليه؟ كفايه اللي احنا عايشينه في الدنيا دي. غضب يا ست غضب. العيشه اللي عايشاها دي تفكر تعمل بس كده حتى لا مؤاخذه دبانه حتى. يا ام اسماء ده انا والمصحف قلت لاهلي عايزه افتح باب من الجهه الثانيه عشان اخرج واروح راحتي. شوف لدرجه ايه؟ قالوا لك لا ده الدار مريحه ومش هتستحمل. ولا الفتح في الناس ان شاء الله يكون باب واحد. لا الدار مريحه مميله على الشارع فمش هتستحمل. يلا انا قلت افك معاكي انت اختي وانت. والله يا ام محمد والله بتعالي والله بتعالي. ربنا والله العظيم ما بخرج، انا بخرج يعني للشديد القوي. وسبحانك يا رب ربنا نطق. سبحانك يا رب ليه حكمه كده. يلا عايزه حاجه؟ والله العظيم انا عايزه سلامتك وربنا يسلمك. وبعدين ام عبد يعني بدنا نمشي وراها. بصي شوفي ابنها ماشي، هي برضه ماشيه وتجري بيه ودايخه بيه من هنا لهناك. محدش بيتعظ. تدور على ابنها وبيقول لك بدل ما تشوف عوره الناس تدور على عورتها. محدش بيدور. قاعده هي ماشيه وعرفت تعدل ابنها. يعني هي عرفت ان ام عبد تعدل ابنها اهو ابنها ماشي طايح في الشوارع. سبحانك ليه النهار بدعي عليهم اقول يا رب يدوقوا، يا رب يدوقوا في عيالهم اللي احنا فيه. عايزين يمشونا عايزين يمشونا هبل في الشوارع ولا يمشونا في الحرام. ربنا ينتقم منهم. ده ستر عبد. بيحاربونا بسترنا يا ام اسماء، بيحاربونا بسترنا يا بنت الحلال. ربنا ينتقم منهم، ربنا ينتقم منهم. يلا الحمد لله على كل حال، والحمد لله ان ربنا ظهر الحقيقه بعد السنين دي كده. ربنا ينصرنا قادر وينجينا من القوم الظالمين. امين يا رب. يلا عايزه حاجه؟ معلش انا طولت عليكي. يا حبيبتي اللي انت عايزاه والله، واي حاجه بس تدلنا عليها والله وانا اصلح لك السبب والله. ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يديك الصحه. والله العظيم يا بنتي احنا اخوات يعني والله ما فيش حاجه يعني. انا قلت ما حدش هيصدقني يقول لك ده ام مثلا ام ميسه يعني كافحت على عيالها وربت عيالها لا اله الا الله. انا واحده قالت لي وانت عيالك ما تتجوزوش ليه؟ صح صح. لها والله ما امريكا مش خايفه اجوز. بيعرفوا السكك يا ستي، بيعرفوها من اولها. انا خايفه. ايه قالت لي ايوه كيف لحد وقت ما اتجوزت لا وانت ما تعرفيش ان في حاجه كل حاجه اسمها نصيب. ايه قلت لي ما فيش هتعرفيش. لا اله الا الله وربنا رحمن ونعمة بالله. بس زي ما تقولي الأذية وحشة، الأذية وحشة يا ام اسماء. وما تبقى من مميزة جارتك ولا غيرها ولا غير الأذية وحشة. ربنا يدوم. الناس بيعملوا الحاجات دي يا محمد، بس اللي بيعمل الكلام ده بياخد حدود ياما. بس ام عبد
برضو ده حروق دي، يعني استغفر الله العظيم، بيقولوا برضك ان هي بتتعارك مع الجيران برضو ومش كويسه. يعني ما هم الاثنين ملمومين على بعض. ما سبحانك يا رب، هي بقى عرفت سكاكهم خلاص انتهينا. وام ميسة الاميره الطيبه المحترمه اللي ربت لحد يعرف ان فوق فيها ايه؟ لا يلا لا مش عارف والله، لا محدش يعرف. بس انا عارفه من ساعه انت ما قلت لي عرفت ان هي، لانها انا بقول لك ده جالي سنين السنين من قبل كده ما يموت. ايوه ده عمر يعني. ده جالي من 10 سنين. ايوه ان هم تعالي معاها عصبونا يا ام محمد، وهي حطاني في دماغها، وقلت والله ما في الا دي. يعني حتى لما شفت واحد يعني وقلت له يعني قلت له انا قمت مره لقيت العتبه من زاحه. العتبه من زاحه واللي تحت ما اعرفش ينهى مكانه يا همي. فالمهم قال لي ايه؟ قلت له لا انا دحيت وبشوف الحاجه قبل ما حد يقول. سبحانك يا رب. هي حاجه من عند ربنا، محدش دي حاجه. ايوه يا ستي قلب المؤمن ده ليه؟ فلقيته ضحك كده وقال لي لا يمكن حد. قلت له العتبه انا النهارده شفت عتبه وانا حسيت ان العتبه دي داخل. العتبه دي عندنا بقول يجرها، مش اي حد يجرها. ايوه يا رب. ولقيتها لما جت تتحط تاني ما تحطش تاني مكانها معدوله. عرفت على طول ان اللي خلق معاني العتبه دي حط تحتها حاجه. ايوه يا ستي. فالتاني انه قال لي ايوه ما جاليش بيه. ما بيقولوش، هما يقولوا لك انت هتعرفي. ماشي. ايوه بيقولوا لك انت هتعرفي. قال لي ايوه. قلت له يعني انا احساسي صح وكلامي صح والكلام ده من سنين تاني. ايوه مش النهارده بقى، مش النهارده. لا والمصحف. ايوه قلت بس انا قعدت افكر قلت مين اللي انا عمري ما قدرت حد ولا جدا مع حد. قلت ما فيش الا ده. من يوم ما قعدت معايا عصبونه وانا فقعدت عليها. انا بقى خدت الموضوع يعني خلاص سوء تفاهم وعدى وما فيش حاجه والنصر يعني بيسهل. ايوه بيحصل. ان انا يا ام محمد قعدت عليها ولا جابنها اصبح عليها اكني بتكتب حاجه. سبحانك. ده بصي مره جابنها في اي مكان قعدت عليها اصبح عليها وقول يا بنتي يعني غيري النفوس يعني مش ابدا. لحد ساعتنا هذا طالما هي كده يبقى هي دي شغاله في حاجه وحشه. بصي يا ام اسماء، انا ماما الله يرحمها كانت عندها زياره من زمان الكلام ده ماشي. لقى عيالها بيقولوا الحقي ده الجنيه طلعت، الحقي ده الغراب طلع. اتاريها مسميه ان الستات اللي في الشارع كل واحده باسم. يعني مثلا ام رحاب ام فلانه، لا ده الغراب طلع، البومه طلعت، الديب طلع. يبقى دي واحده بقى. لا ما هي بقول لك والله العظيم ده انت لو غيرتي بس زي ما انت قلتي يمكن تفتحي لك شويه حتى تطلعي وتدخلوا براحتك. والمصحف قلت اجيب حتى. والله ده بنتي ده بصي الاكل ما فيهوش حاجه. ده بصي بيتعمل ازاي اللي انا هقول بيتجاب البتاع زي المشوار كده بس حديد. ايوه وبيتكسر عظيم زي بتاع سنين مريض. بتقطعي كده بالبتاع اللي هو الحديد ده بيبقى ليه طرح حديد كده زي الصاروخ. يا ام اسماء حاولي تفهمي ان هي عامله الدار من ناحيتين على الناصيه، رشه ميه هنا وميه هنا، يعني لو خبطتي من اي حته انت فاهماني. عليكي بقى انت بقى ملتزم على طول بالميه والملح. والله العظيم امنا كلها. انت لو تاخدي بالك ان حفيدتها لسه كان مكتوب كتابها من اسبوع لو تكتبي. اللي هي ام ميسة. حفيدتها بتفك العيال، يعني البنت مثلا تاخد دبلوم تجاره تفك لها على طول تساعدها. وتتخطب وتكتب كده وتتساعد ورا بعض كده ما بيقعدوش. ايوه انا بقول يا اخي ما انا بقول ما تعرفيش. لو عمل بنانه ده بصي والله واحده قالت لي العريس ما كانش يعني بعد ما كان رجع في كلامه بتقول لك ما تعرفين ايه الانسان ده. اهلي عريس. العريس بتاع مين؟ يعني زي ما تقول كده اللي هو العريس بتاع حفيدتها يعني. بتعمل. بصي يا امانه عليكي اما تعدي ركزي كده في البلكونه بتاعتها. هتلاقي في حجاب محطوط.
الله أكبر على كل ظالم يا رب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خمسة وخميس وعقد عاملاها في وشنا. ركزي كده في البلكونه وحاطه بقى ورا. انا شايفاها من زمان، انا شايفاها من زمان. يعني عشان ما حدش. انا كنت بجيب لبن من عند الولاد اللي بتحصل، وكنت باجي مشوار بره عملنا فصين اللبن يعني، وانا شايفه ان انت بتقول على ده. يعني حفيدتها، خطيب حفيدتها ما كانش يعني عايز، يعني ما كانش هيوافق مثلا عليها، راحت قاعده الله وعامله له بالمحبه على طول. ما هي ما تجيش الا كده. مصبرة لوحدها والله ما فيش حل الشباب. خلاص ممكن تعرف تشتغل عايز ايه؟ عاوز بقى ولو في شباب هم لوحدهم يعني. سلام عليكم. ماشي دقيقة معايا مبحث. ماشي اتفضلي. ماشي دقيقة بس على صوت. هو بس خفوف. الحتة الأخيرة دي يا جماعة ما كانتش واضحة، إن هي كانت بتشتري اللبن من قدام أم ميسة، ولقت محطوط عندها عمل وحجاب وحاجات كده متعلقة، وأم ميسة أو أم أسماء شكت في أم ميسة إن البلكونة بتاعتها محبشة تحبيش وظهر الحق بعد السنين دي كلها.